يا مساء الجمال، يا مساء السعادة على عيونكم يا أحلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. النهاردة بقى زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات ان اخدكم جولة في المكان ده. جولة في مول رافال. المول ده في مصر الجديدة جنب كلية البنات، شارع أحمد تيسير. بصوا المكان ده تحفة 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 للتصوير، بجد هيعجبكم جدا. هاخدكم دلوقتي جولة، هنخش جوه في المكان واوريكم بقى المكان عامل ازاي من جوه. بجد المول ده تحفة، هيعجبكم بإذن الله. جوه المول بقى مجموعة من الكافيهات، زي ممشى كده للتمشية، أماكن للتصوير، حاجات تحفة بجد. المكان تحفة، يعني اللي يخش جوه هياخد شوية صور كده مع أجواء تجنن بصراحة. كملوا بقى معايا الفيديو للآخر علشان تشوفوا. بص الديكورات اللي عاملينها علشان التصوير، ديكورات تحفة بجد. المكان حلو جدا، هيعجبكم بإذن الله. بص أحمد كان بيرخم عليا وأنا بصور. كنت عايزه اوريكم المول. الاجواء دي كانت ساعه رأس السنه، كانوا عاملين بقى زينه رأس السنه لان احنا في اليوم ده كنت مصوره في الفيديو اللي فات. آه كنت مصوره في سيتي سنتر الماظة، ونزلت لكم الفيديو وقلت لكم في مكان تاني هروح واصور لكم فيه. كان ساعتها في رأس السنه. طبعا أنا اتاخرت عليكم في نزول الفيديو ده، معلش اعذروني. عقبال بقى ما منتجته وسجلت الصوت بقى، انتوا عارفينه خد مني وقت، وبصراحة وكان في امتحانات ملك. ادعوا لها بقى بالنجاح عشان هي بتمتحن دلوقتي، وربنا ينجح كل ولادنا يا رب. دي دخلت بقى المول من جوه، يعني احنا كده كنا لسه داخلين من الباب. شوية بقى مطاعم على كافيهات، كان من دخلة الباب كده. هوريكم دلوقتي بقى شلال، زي نافورة كده للتصوير برضو. وبعد كده هوريكم ممر كده بتعدي منه، بتلاقي شماسي حلوة قوي 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 للتصوير. بجد المكان عجبني جدا، المكان تحفة. ساندي وملك خدوا شوية صور طبعا حلوة قوي. قعدوا يتصوروا، عجبهم المول ده اكتر من مول سيتي سنتر الموزة. قعدوا يقولوا لي هنا احلى عشان التصوير طبعا. الكافيهات حلوه قوي، المطاعم، كل حاجه هنا بصراحه تجنن، يعني المكان عجبهم جدا. يعني المول اللي فات في الفيديو اللي فات، اللي ما شافش الفيديو هحطه له في صندوق الوصف. هيعجبه قوي برضو. المول كان حلو، بس ده برضو احلى، يعني ده حلو قوي للتصوير. يعني اما في اماكن حلوه للتصوير، في زي ممشى تتمشوا فيه. هنا بصوا عاصم بقى، عاصم كان مجننا اليوم ده، واقف على السلم وعمال يتزحلق، واحمد كان واقف معاه. بصوا بقى المطاعم والكافيهات، انا كنت بوريها لكم، كنت عايزه اوريكم كل حاجه في المكان. لو ما راحش المكان ده هيعجبه بجد، يجي يشوفه بجد حلو قوي. انا قلت لكم العنوان في اول الفيديو. ده في مصر الجديده جنب كليه البنات، شارع احمد تيسير. بصوا بقى كانوا عاملين زي شجرة كريسماس كده، وحاطين عليها 2023. كانت حلوة قوي، الناس كلها كانت واقفة عمالة تتصور عندها. عايزه اقول لكم بقى اليوم ده كنا فرحانين جدا بجد. المكان حلو، الصور اللي خدناها بجد كانت حلوه قوي. هو بجد اللي يحب الصور بقى والتصوير هينبسط قوي بالمكان ده، هيعجبه. بصوا بقى الناس كانت فرحانه ازاي اليوم ده، كلهم كانوا عمالين يتصوروا بقى جنب ال 2023 وشجره الكريسماس. كانت اجواء اليوم ده بتجنن. هنا ساندي وملك طبعا مش مقضينا تصوير، عاصم بقى هيتجنن. اي حاجه فيها ورد عمال يشدها. طبعا بوظ لهم الدنيا. بصوا هنا كان عمال يلعب ازاي، طالع نازل على السلم بقى اللي هو من دخلة الباب ده. هنا بقى كانت الكافيهات زي ما قلت لكم، والمطاعم. هوريكم كل حاجه في المول. بجد حلو قوي المكان ده للفسح، اللي عايز مكان حلو يتفسح فيه. حلو للتصوير. بصوا بقى النافوره دي او شلال الميه عاملينها حلو قوي للتصوير. انا برضو كانت في المول اللي فات. بتغير الوان كده عشان تقفي تتصوري فيها. هنا بقى بصوا الدخله دي، دخله الشماسي دي بجد كانت تحفه للتصوير. وقفنا جنبها وقعدنا نتصور بجد. كانت حلوه أوي، بس كنتش عارفه اصور لكم قوي علشان الزحمه، وطبعا فاهمين الخصوصيه وكده، وعشان الناس ما يتضايقوش. فكنت باخد لكم لقطات كده بس. شايفين المكان بجد روعه. عاصم بقى كان بياخد الكور اللي موجوده في الشجره دي والبلالين. عمال يبوظ فيهم ويشدها، عايز يلعب بيها. بصوا بقى شكل الشماسي من فوق، بتقفوا بقى كده تتصوروا حاجات بجد في المكان ده تحفه. انا عايزاكم بقى تستمتعوا معايا كده وتشوفوا المكان، بجد هيعجبكم قوي. تعالوا انزلوا وشوفوه، طبعا اللي ما راحش المكان ده هيعجبه قوي. الناس اللي بتدور على اماكن الفسح في مصر بجد حلوه قوي، يعني في مولات جميله جدا عندنا في مصر واجواء بتجنن.
طبعا في ناس حبايبي بره مصر بيتابعوني وبيحبوا طالبين مني طبعا ان انا اصور لهم حاجات كتيرة في مصر، لان هم بيحبوا مصر جدا وبيحبوا يشوفوا الاجواء اللي فيها، وانا بحب انزل اصور لهم والبي لهم طلباتهم بصراحة. بصوا بقى الاجواء عامله ازاي. دي زي ساحه كده كلها برضو زي كافيهات برضو، وفيها انوار، فيها زي مطاعم، في حاجات كتيره قوي بجد. وهتلاقوا كذا مكان هنا برضو للتصوير، تقفوا تتصوروا، يعني هو اكتريته حلو قوي للتصوير. عايزه بقى اشكركم بجد يعني من كل قلبي والله بجد على تعليقاتكم الحلوه، على كل حاجه حلوه بتقولها لي في التعليقات. انتوا حبايبي والله وبحبكم كتير. بصوا بقى هنا ساندي كانت بتتصور وواقفه بتتصور برضو، زي شفتوا زي الجناحات كده المنوره دي. هنا بقى كانت الشجر برضو عاملين شجر ومزوقينه باللمط كده برضو عشان رأس السنه. وبرضو هنا برضو 2023 حاطينها ومنورينها، وشجر واضواء وانوار وحاجات حلوه قوي. طبعا عاصم انبسط اول يوم ده، وساندي وملك كانوا فرحانين قوي. طبعا خرجتهم في مكانين وهنا خدوا تصوروا، وهنا اتفسحوا في المكان ده برضو كان اول مره يروحوه. بصوا عاصم هنا بقى كان قاعد جنب الشجره وعايز يتصور. عايزه اقول لكم ان الكاميرا بتاعت التليفون بجد ظالمه المكان، يعني الكاميرا بتاعتي مش عارفه اكملها اليوم ده، بس الاضاءه والاجواء على الطبيعه احلى من كده بكتير والله بجد. المكان تحفه. بصوا بقى شكل المول من جوه. طبعا استمتعنا جامد اليوم ده بجد. يا رب تكونوا كمان انتوا انبسطتوا معانا. بصوا بقى عمو اللي قاعد ده انا قعدت اتصور جنبه قلت له انا مش همشي غير لما اقعد مع جنبه، مع عمو اللي حاطط رجله في وشي ده قعدت جنبه وصورت انا واحمد، سلمت عليه كمان الكل كان بيبقى قاعد جنبه يتصور. خدنا دورنا لان انت بتقفوا بالدور عشان تاخدي صورة، لان المكان كان زحمة اليوم ده قوي. قعدت انا واحمد بقى اتصورنا. عاصم بقى كان بيسلم هو كمان على عمه، وساندي قعدت كمان صورت. ملك طبعا الرخمة رخمت علينا اليوم ده، ما اتصورتش معانا كتير، كانت عاتلة هم امتحاناتها. ملك طبعا في اولى اعدادي وكانت امتحاناتها قربت، طبعا كانت عاتله هم الامتحانات، بس هي خلاص قربت تخلص. فاضل هي هتخلص على اخر الاسبوع ده ان شاء الله. بصوا بقى الكافيتريات هنا زي ممر كده، رايحين بقى زي ورد كده، حيطه كلها ورد، بيقفوا يتصوروا برضو عليها. احنا وقفنا برضو زي طابور عشان نقف نتصور. بصوا بقى شكلها كان عامل ازاي، مكان تحفه، الناس كتير قوي كانوا واقفين بيتصوروا فيه. سندي اتصورت وملك وعاصم، خدنا صور بصراحه حلوه قوي. هنا بقى عاصم كان رايح عند النافورة دي، عايز يتصور هو كمان ملوش نفس. او انا ممكن ينط على فكرة، احنا كنا خايفين جدا، هو جريء جدا ما بيخافش فكنا واقفين حارسينه. قلت لحسن ينط، لان هو بقاله فترة كده طالبة معاه يروح بحر، مش فاهمة ليه. ودوني البحر يا ماما، وديني البحر يا ماما بحر ايه اللي في الشتاء ده انا مش عارفة. بص هنا بقى زي كافيه كده، وحاطط قدامه زي كراسي بتتمرجح، فكنت لازم اقعد، انا بحب المراجيح جدا وكنت لازم اقعد اتمرجح شويه، وخدت لي كام صوره حلوين كده وبعد كده قمنا. بس ما بحبش المراجيح بقى الكبيره وقطر الموت والحاجات الغريبه دي، انا ما بحبش، انا بترعب، انما حاجات زي دي ماشي انا جبانه اصلا. عاصم عمال يعيط عايز يقومني عايز يقعد، ساندي قعدت طبعا هي كمان تتمرجح بصوا عاصم، بصوا عاصم بيعمل ايه. عاصم كان هيتجنن عمال يعيط وهيضرب ساندي. حصل خناقه طبعا واشتباك بينهم. ساندي على مين فضلت قاعده برضو مش هاممها، عايزه تتمرجح هي كمان. عاصم بيه طبعا هيقعد هو كمان يتمرجح. اليوم بجد كان جميل وانبسطنا جدا. يا رب كمان انتوا كمان تتبسطوا معانا كده وان شاء الله اصور لكم في اماكن تانية كتير. زي ما وعدتكم طبعا لازم انا البي كل طلباتكم. متنسوش بقى تحطوا لي اللايك، حطوا لي لايك كده حلو زيكم عشان انتوا بتنسوا تحطوه. وهستنى تعليقاتكم، اكتبوا لي في التعليقات طبعا عايزين اروح فين تاني، اصور لكم في اي مكان، عايزين نعمل تحديات انا وساندي وملك، اطلبوا اللي انتوا عايزينه وطلباتكم اوامر. بصوا بقى الاجواء هنا كنا واقفين بنتصور طبعا. بصوا عاصم قعد فين حلو قوي برضو الحتة دي للتصوير بجد كانت حلوة قوي. قعدنا خدنا كام صورة، بس برضو دخلنا بعذاب، برضو كنا واقفين بالطابور عقبال ما جه دورنا كنا خلاص زهقنا. ساندي وعصام كمان بياخدوا صورة، وخلاص بقى كنا مروحين.
خرجنا بقى من المول وقلنا بقى نروّح كفاية كده، فسّحناهم فسحة حلوة ويا رب تكونوا اتبسطتوا معانا، ويا رب اليوم يكون خفيف عليكم كده وإن شاء الله أصور لكم في أماكن تانية كتير، واطلبوا اللي أنتم عايزينه وإن شاء الله هاعمله لكم. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات المكان عجبكم والّا لأ، ولو عايزين العنوان بالتفصيل برضه اكتبوا لي هاقول لكم العنوان. وده كان آخر يوم بقى في السنة وابتدينا سنة جديدة. الفيديو كان المفروض ينزل لكم من بدري بس سامحوني بقى، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم، يا رب 2023 تبقى سنة خير، سنة سعادة، سنة فرح. بصوا بقى الطريق كده شكل الشوارع بتاعة مصر، شوفوا الاحتفالات بقى بالسنة الجديدة عاملة ازاي، الأجواء كانت بتجنن. قلت أصور لكم بقى واحنا مروحين، وأشوفكم على خير يا أحلى اخوات في الدنيا. هتوحشوني كتير واستنوني الفيديو الجاي إن شاء الله، في تحدي بقى، في فلوج، زي ما هتيجي بإذن الله. أسيبكم بقى تشوفوا الأجواء وشكل مصر ساعة السنة الجديدة وهم بيحتفلوا، والشوارع كلها كانت هايصة بجد اليوم ده. أسيبكم بقى تستمتعوا وأشوفكم على خير، يلا باي باي.